اليوم راح نحكي لكم على واحدة من أسوأ الأقوام اللي ذكرهم ربي في القرآن، اللي هما أصحاب الأيكة، وكيفاش كانت النهاية تاعهم. حسب تفسيرات العلماء هما نفسهم أهل مدين. الحكاية كامل بدات عندهم كي كانوا قوم بسطاء عاديين، حتى ربي رزقهم رزق واسع وكبير من تجارة، تمرات، المياه، الأمطار. عددهم كتر، تولاو بزاف أقوياء وواصلين في المدينة تاعهم. هنا بعد ما رزقهم ربي في عوض ما يشكروه ويحمدوا ربي على النعمة، تمردوا وكفروا وبداو يديروا الافعال الشنيعه تاعهم. الحاجه الاولى اللي كانوا يديروها كانوا يعبدوا شجره اللي كانت عندهم بزاف، واللي هي شجره الايكه، اللي تجي شجره بزاف طويله وكبيره، والاغصان تاعها ملتفين فيما بعضهم وعند هذا الكبير. كانوا يسرقوا ويغشوا في الميزان، تشري عليهم كيلو يخلصوا عليك قيس 3 كيلو. والأسوأ من هذا كانوا قطاع طرق، كانوا يقطعوا طرق القوافل اللي كانت تجوز على المدينه تاعهم. هنا ربي كي شافهم في هذه الحاله بعث لهم نبي اللي هو نبي الله شعيب، اللي كان يقول عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب الأنبياء من فصاحته الكبيرة. بدا ينصح فيهم ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله، لا تبخسوا الناس أشياءهم، زينوا بالقسطاس المستقيم. ويقول لهم عاودوا وليوا لربي وحبسوا واش راكم ديروا، شوفوا النعم اللي مدهم لكم ربي. قالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك بأن نترك ما يعبد آباؤنا؟ تسمى كيفاش الصلاة تاعك راهي تقول لنا حبسوا ما نعبدوا شجرة الأيكة اللي لقينا عليها أهلنا، الله تاعك ما راهوش يخلينا نتصرفوا في أموالنا كيما نحبوا. قالوا له غير روح وخرج من هذه القرية خير ما نقتلوك. وقالوا له بلي لو كان ماشي القوم تاعك لو كان نرجمناك. هنا شعيب قال لهم كيفاش تخافوا من القوم تاعي وما تخافوش من ربي. عدوا على هذا الحال، والنبي الله شعيب تعذب بزاف معاهم وقعد غير ينصح فيهم، وهما ماشي كامل سامعين به وواصلوا في اعمالهم الشنيعه. حتى الحق وقت والنبي الله شعيب رفد يديه وقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق انك خير الفاتحين. وهنا جاء العذاب الأكبر اللي وسموه عذاب يوم الظلة، وين ربي بعث لهم حر شديد جدا لمدة 7 أيام، لا ريح لا هواء وغير سخانة. الأشجار اللي كانوا يديروا الظل ما ولاوش كامل يديروا الظل، ين ماتوا بسخانة. طوال هذه الفترة لا ما لا شتا لا والو. واحد النهار ربي بعث لهم غيمة اللي شافوها شوية بعيدة على المدينة. راحوا كامل هذوك الكافرين تلموا ما لقاوش حل، راحوا يستظلوا بالغيمة، تخبوا تحتها وقالوا بلي هذه غيمة راح تصب الشتا وفي نفس الوقت نتغطاو بالظل تاعها. الغيمة هذيك تلقت شرارات تاع النار كبيرة اللي حرقتهم كامل، دهت زلزت الأرض من تحتهم وجاتهم صيحة من السماء اللي خلتهم يموتوا كامل، فلبثوا في دارهم جاثمين، كأنه هذيك القرية اللي كانوا عايشين فيها اختفت كليا. وبطبيعة الحال نبي الله شعيب والقوم اللي آمنوا معاه حماهم ربي. هذه هي الحلقة 13 من قصص من القرآن. ما تنسوش خليونا متابعة باش تحقكم الحلقة الجاية. أيا تشاو.